السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت، انا كنت عندي سؤال، بس انا عندي في البرنامج بتاع تيك توك، تمام؟ فبعمل فيديوهات قرآن، اللي انا باخد صوت مثلا شيخ معين من اللي انا بسمع لهم، واروح حاطط فيديو وكاتب الايات، ببقى واخدها نسخ علشان ما اغلطش في تشكيل او كده، واروح منزله على التيك توك ويجي لي مشاهدات او كده. هل الحاجات دي باخد عليها اجر ولا لا؟ أجر من الله يعني ولا أجر من الحكومة؟ أجر من الله ولا أجر من التيك توك؟ لا طبعا مش من التيك توك، اكيد من ربنا يعني. إذا سعيت في إيصال الخير للناس فرب العزة يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بارك الله فيكم. تمام، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله في نعم من الله. لو سمحت عندي سؤال بعد إذنك. اتفضل. أنا من سنتين كنت اشتريت شقة في مصر. طيب. يعني كان مبلغها أنا شاريها للإيجار، إنها تزود مستوى الدخل عندي. تؤجرها. نعم. تؤجرها للناس. أيوة، أجرها للناس. أيوة. أيوة بعد. إذا اكتمل نصاب الإيجار مع دخلي كنت بطلع منها زكاة المال. طيب. ومن أسبوعين بعت الشقة واشتريت شقة أخرى بثمن أعلى الحمد لله. فهل في بعض الناس قالوا لي لا، المفروض بثمن الشقة قبل ما تشتري المفترض انك كنت تطلع زكاة مال الشقة اللي بعتها. هل بقي على ثمنها؟ هل مضى على زمن بيعها؟ عفوا، هل بقي على ثمنها عام وهي معك أو بعتها في الحال واشتريت؟ لا الثمن في نفس الأسبوع اشتريت. لا شيء عليك، لا شيء عليك. خلاص لا شيء عليك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الحمد لله كده طلع. الله يكرمك. يقول: هل أبو الدحداح الرجل الذي رفض أن يبيع النخلة؟ أبو الدحداح اشترى النخلة لوجه الله يا عبد الله، يا أبدل، والله مش عارف اسمك ايه بالعجمي. أما هو مسلم، ده مسلم. كم من عزق في الجنة رداح لأبي الدحداح. لكن الثاني الذي رفض أن يبيع بس ضعيف الإيمان، لا نستطيع أن نكفره. نعم. ولكن الصوت في التليجرام يقطع يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. اخبار صحتك حلوة؟ الحمد لله طيب، لله الحمد. والأرقام حديث يا شيخ. تفضل. الأرقام، أرقام الاتصال. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. أخرجه البخاري في صحيحه. وبعض العلماء يذكرون فيه علة خفيفة، وهي وجود راوي اسمه أظن فلاح بن سليمان في بعض الكلام، ما هو في البخاري.